بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جنات الجلالية. أتمنى أنكم بخير وعلى خير إن شاء الله وفي صحة جيدة يا رب. إذن اليوم جيتكم بهذا السفنج أو الخفاف بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا اللي رايحين تفرحوا به عائلة تاعكم وإن شاء الله في لوليداتكم بطريقة سهلة كما قلت جدا جدا. وبدون إطالة نروح للمقادير والوصفة، وقبل ذلك ما تنسوش الإعجاب واللايك ليصلكم كل جديد بحول الله. إذن في البداية نحطوا إناء ونجيبوا زوج كيسان نتاع الدقيق الأبيض أو الفارينة، ونضيفوا مغرف صغيرة نتاع السكر، ثم نضيفوا مغرف أو ملعقة كبيرة نتاع خميرة الخبز. نخلطوا المواد الجافة كلها، ثم بعد ذلك نضيفوا زوج كيسان نتاع الماء يكون يعني دافي شوية. نخلطوا الجميع، ثم نجيبوا البرا ميكسر أو الخلاط الكهربائي، ثم نرحيوه لمدة نبدأ نخلطوا فيه لمدة 3 دقائق على الأقل. وبعد ذلك هنا راني نخلط فيه بالميكسر حتى هنا يتخلط مليح مليح. بعد ذلك نضيفوا زوج كيسان واحد اخرين نتاع الفارينة او الدقيق الابيض، ونخلطوا بالمغرف الخشبية فقط. هنا لحد الان راني ما استعملتش اليد نتاعي، هنا نخليته حتى خمر لي لمدة 10 دقائق. نخلطوا هذاك الخليط مليح، ثم نضيف هنا الملح، درت مغرف صغيرة والملح يبقى حسب الذوق. هنا نخلط العجينة نتاعي كما راكم تشاهدوا هنا، ونزيدوا ونخلوها 10 دقائق واحدة أخرى تريح، ثم بعد ذلك نجو نخدموها. هنا نجيبوا شوية نتاع الزيت نستعينوا بها بالخدمة. كما راكم تشوفوا في العجينة راهي يعني كما راكم تشاهدوا فيها راهي مطلوقة بزاف، يعني لازم نستعين بالشوية نتاع الزيت ونبدأ نخبط فيها هكذا باليد من التحت حتى الفوق، حتى تولي لنا العجينة ملساء ورطبة كما راكم تشاهدوا دائما في الصور. هنا بعد ما نخدمها باليد لمدة 3 دقائق ولا 4 دقائق هكذاك، نولي نحطها ونغطيها ونخليها تزيد تخمر لمدة 10 دقائق. هنا تخمير كامل يجي واحد نص ساعة هكذاك، وحنا نخمروا فيها باش تعطينا النتيجة هايلة. هنا بعد ما خليناها خمرت نجيبوا صينية ولا بلاطو اللي رايحين نديروا فيه شوية زيت، ونبداو نديروا ديبول او كرات صغيرة نتاع العجين. نستعينوا دائما بالزيت، نحطوا كرات تحبوا صغيرة ولا كبيرة، هذا يبقى حسب كل واحد. هنا نديروا ديبول كما راكم تشاهدوا دائما، نحطوها في صينية ومن بعد نروحوا نقلوها في المقلاة اللي نحطوا فيها شوية زيت نسخنوه من قبل شوية يعود سخون، بصح ما يكونش سخون بزاف. هنا نخدم لي بول وبعد ذلك نروحوا نقليوه. نديروا لهم ثقبة في الوسط ونديروا ديبول كما راكم تشاهدوا هنا، سواء صغار او كبار كما تحبوا. هنا راني سخنت الزيت، يعني ما يكونش بزاف الزيت بزاف المقلة. وهنايا نبداو ندوروا فيهم هكذا بهذاك الخشب نتاع الشواء او اي شيء او فرشيطة كما راكم تشاهدوا، ونبداو يعني مش بالشرط نطيشوا فوقهم الزيت، يعني راهم يطيبوا حدهم يطلعوا كما راكم تشاهدوا. نقلبوهم في الجهة الأخرى بعد ما تحمر الجهة اللي لتحت، ونرفدوهم ونحطوهم هنايا
نكملوا حتى نبداو نطيبوا فيهم بالحبة حتى تكملنا الكمية نتاع العجين. هنا شوفوا كيفاش راه الداخل ما يوليش فيه العجين كامل، يطلع كامل، يكون مفشفش يسفنجي قطني ما شاء الله. شوفوا هنا بدون يعني ما نتعبوا ما والو، ندوروها شويه نخلوها تطيب ثم نقلبوها، وهذه هي حتى نكملوا العجينه كامله. تحبوا تزيدوا لها شويه طيشوا لها شويه زيت كما راني ندير انا، تجي احسن واحسن، سينو تطلع وحدها. يجوا هشاش هايلين، روعه روعه روعه، يعني كملتهمش حتى خلصوا لي كامل كلاوهم. هنا شوفوا القرمشه والهشاشه نتاعهم يجوا روعه ما شاء الله، جو ولا اروع. هنا في الاخير جبت شويه نتاع السكر الحبيبات، ضفت لها شويه نتاع لافاني باش تجي فيها البنه هايله. هنا اللي كاين اللي يحبوهم بالسكر نديروا لهم السكر، وكاين اللي يحبوا بدون سكر ياكلوهم كما هكذا، يعني بدون اضافه. وهذا هو السفنج نتاعنا بكل بساطه وبكل، شوفوا كيفاش جا الشيش الداخل جا هايل وروعه. نتمنى لكم طبقوا الوصفه وتخدموها وتعجبكم ان شاء الله. وإلى وصفة جديدة بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.